شيخي عندي سؤال. سل. إذا تزوجت من كتابية ها. غير مسلمة، كانت غير عفيفة، كنت على علاقة معها قبل الزواج، وليها ما كان موجود لما كتبت الكتاب، بس كان بيعرفوا انه في زواج رح يصير، بس متى ما بيعرفوا، ولم أقدم لها مهر. شو حكم؟ لاني من يومين تقريبا سمعت مقطع للشيخ الألباني بيقول انه العقد باطل. لماذا؟ ما وجه البطلان الذي ذكر؟ ذكر انه كتابية، فهذا باطل، لانه الكتابيين بهالزمن هذا في شرك. لا، ما الكتابيين أهل الكتاب بنص الكتاب العزيز إباحتها، بنص الكتاب العزيز. الله يقول في كتابه الكريم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. الآية. فبنص الكتاب العزيز المحصنات من الكتابيات حلال. أما القول وقد تزوج أيضا حذيفة بن اليمان بيهودية، فقيل له في ذلك أن عمر ينكر، فذهب إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. وقد تزوج أحد أصحاب الشورى الستة بامرأة يهودية، قيل للراوي الزبير بن العوام قال إن كان لكريم المناكح. نعم. علمت؟ نعم. هذه الجزئية الأولى التي تتكلم عنها كونها كتابية، والتي بنيت عليها وبنى عليها من نقلت عنه. الجزئية الثانية كانت أنه غير عفيفة. وهل المتزوج عفيف أو مثلها؟ لا، مثلها. صح كده ولا أنا غلطان؟ صحيح. ثم إن الإحصان يحتمل عدة معان. يحتمل الحرية، أن تكون حرة وليست بأمة، ويحتمل العفاف، يحتمل عدة معان. أما انعدام الولي فليس له ولي مسلم، فيزوجها القاضي المسلم أو من ينوب عنه. أما بلا مهر قدم لها مهر الآن، إذا لم تكن قدمت لها مهرا قدمه لها الآن. والله يا شيخ أنا هلأ صار لي تقريبا شهر أو أكثر بحاول إني أوصل لك، فراح أشرح لك الوضع بالضبط بس عشان تريح قلبي، لأنه في وسواس كثير براسي. لا، أنا لست متتبع للوساوس اللي في رأسك. أنا أجبتك بالذي أنت. إنه أنا على حالات. معلش، أنا أجبتك الآن. ادفع لها مهرا. نعم، هذا السؤال الأول. ايه شيخ، تكملة السؤال، أنا بعد ما تزوجتها للبنت بتمنى والله، يعني طلبت من الله إني أتوب، والحمد لله تبت عن المعاصي، وإن شاء الله ما برجع لها أبدا. هي تابت أم لم تتب؟ هي أسلمت. يعني الحمد لله انتهى الأمر. لكن بعد إسلامها. الحمد لله بعد الإسلام. قبل الإسلام. لا، خلينا قبل الإسلام. الإسلام يجب ما قبله. هي المشكلة بالنص قبل ما أتوب. يا أخي أنت الآن تبت، احمد الله على التوبة، ولا خلاص الماضي. في لفظ الطلاق طلع من فمي يا شيخ. ماذا قلت لها؟ قلت لها أول مرة تلفظت بالطلاق، قلت لها أنت طالق مرتين. أيوة، في مجلس واحد أو في أكثر من مجلس؟ في مجلس واحد. محسوبة تطليقة واحدة. وكانت نيتي طلقتين. لا، محسوبة تطليقة واحدة. وبعدها بمجلس قلت لها أنت طالق، بعدها بعدة أشهر. التطليقة الثانية. بعدها بمجلس قلت لها على الهاتف أنت طالق. مرة ثالثة. نعم. بينهما مراجعة.
بينهما مراجعة. لا تحل لك هذه المرأة. السلام عليكم.